كوزينه بلا بلاكارات. نتمنى تعجبكم ان شاء الله، ومرحبا بكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم جميعا والف مرحبا. اليوم جيت ندير بكم دويره في كوزينه من بعد الاصلاح البسيط، كوزينه بسيطه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش تشجعونا فضلا وليس امرا. هذه هي الدخله ديال الكوزينه. اون فاس مع الباب كاينه الثلاجه اللي غلفتها بالبابي. كانت عندي ثلاجه قديمه وكان عندي داك البابي، قلت بلا ما كنت غنديرو في بوطاجي. مني صوبت الكوزينه درت الرخام صافي وليت غلفت فيه الثلاجه وغلبت بيه واحد الطاجيره. نتوما غتشوفوها غادي نوريها معكم. هنا بلاكارات نتوما كتشوفوا بلا بلاكارات، يعني كوزينه. هذه هي الطاجيره اللي غلفت حتى هي راه غتكونوا شفتوها عندي من قبل في الفيديو السابق. كنت مغلفاها بالكحل على حساب البوطاجي، كان عندي حتى هو بالكحل. ومني بدلت عاوتاني البابي ما بدلتهاش هي صافي. هنا عندي الفران وعندي ماكينه الصابون. عندي هاد الطاجيره، هاد جوج طاجيرات الفوقانيه وتحتانيه. التحتانيه كندير فيها داكشي اللي كنستعمل يوميا، كنخدم به كيسان، طبيصلات صغار، زليفات، المهم داكشي اللي كيكون قريب. والفوقانيه ديري فيها المعن اللي ما عندي من نخدمهمش في الوقت. هذه بلايصه ديال القهوه. هنا كاينه البريصه، كاين المقراج، وكاين تما كاينه سميتو ديال قريعه ديال القهوه، وقريعه كندير فيها البسكوي، ومعلقات. هنا العجانه، هنا العجانه فهاد القنيسه هي، والبريصه راه موراها كنسخن فيها يعني الخبز ولا طيبت للدراري طاكوس وداكشي كنديرو فيها. وهنا العجانه اللي حاطاها قريبه ليا. هنا هاد السرجم اللي درت ليه هاد اللوايه هذه ديال البلاستيك اللي عطاتو واحد المنظر، وفي نفس الوقت درقات يعني ما كتبانيش من السرجم مع الجيران صافي. ودرت دوك الطويجنات حطيتهم تمايا، يعني حتى هما كنستعمل مره ماشي دائما في الصراحه. هذا هو السريجم اللي في صراحه بدلت فيه، دخلت خرجت السرجم على برا ودخلت هذيك الطاجيره اللي كانت على برا، يعني هذيك البلاصه اللي كانت على برا دخلتها لداخل. هنا عندي ماكينه الصابون، هنا عندي الفران، ولكن غادي نبدل ليه البلاصه حيت جا مع الروبيني. يعني على ما نصاوب ان شاء الله باذن الله هذا البلاكارات وهذا يعني غادي تقاس ليا بالماء. غادي انا كنت كايس، ولكن بالنسبه لبنتي ما كتكايش صافي. هنا عندي هاد لافابو ما كبيرش بزاف، بالعاني خديته يعني متوسط، فيه 45 على 45 سنتيم. وهاد الشبيكه اللي كندير فيها هاد الشبيكات ديال الماعن اللي الصراحه كتنفع مزيان، كيقطروا مزيان، يعني كتغسليهم ملي تغسلي الماعن وتسالي كتغسليهم وديرهم فيها كيبقاو يقطروا صافي. هذا الروبيني هذا اللي كان عجبني بصراحه من شحال هذه كنت كنشوفه وكان كيعجبني وشريته. يعني قلت ضروري ناخذه شي حاجه اللي تكون عينيكم فيها، هذا تجربوها ديروها. فيه الرشاشه اللي يمكن لك شي حاجه الا كانت عندك مثلا عاليه شي شويه، ديري تغسليها بالرشاشه بحال هكا. لافابو الجناب ديالو وهذا تغسليه حتى هو بيه مني تسالي صافي. وكندوروا للجهه الاخرى باش ما يبقاش معنكشنا، وكنخدموا بهذا عادي. يعني مخليه كيتحل من هنا وكيتحل من هنا. فانا كنخلي غير جهه وحده اللي كنسد، الجهه الاخرى كنخليها محلوله باش ما نتخربقوش، باش اللي يجي يحل ما يلقاه ديريكت.
مخليه هاد الجهه اللي شاده فيها دابا اللي كنوريكم هي اللي مخليها، يعني كنخدم بها. هذه لا، هذه مخليها محلوله، يمكن لكم تسدوه من هنا ويمكن لكم تسدوه من هنا. بصراحه روبيني زوين، عجبني بزاف. نتمنى الله سبحانه وتعالى يسخر فيه وما يخسرش دغيا بحال الروبيني القديم اللي كان عندي تبارك الله. راه دوز معايا واحد السنين تبارك الله ما شاء الله، كان عندي لاصق في الحيط. صافي، وهنايا كندوز نوريكم هنا الفورنو اللي ديال الضوء. هنا كنوريكم الرخام الجالاكسي، النوعيه المزيانه ديال الطاليان كيف ما تيقولوا. واخا مور الرخام راه دار معنا بزاف الحوايج ماشي زوينين، ولكن الله يسمح ليه. هنا عندي شتي هذاك البلاكار ديال خديته من مرجان ب 120 درهم، دايره فيه الفراشات وداكشي كله اللي كيتعلق بالفراشات مغارف كل شيء دايره فيه جامعه فيه، على ان شاء الله ما نصوب الكوزينه زعما بالبلاكارات. صافي، هنايا عندي هذا الفورنو هذا اللي كنت شاركته معكم، خديته من بيم، هو والفران والشفاط اللي ديال الفوق، ولكن ما جانيش الشفاط لاهوت، ما جاتنيش في الفوق حيت عندي الضاله. قالوا لي خصك تكون لاهوت سميتو اكستري، يعني ما تكونش عندها داك الفوقاني ديالها. فصافي خليتها، حيت انا بصراحه كنت غنبدل الكوزينه، كنت باغا نديرها في جهه اخرى، ولكن في الاخر وليت رجعتها في بلاصتها. صافي، هذه هي الكوزينه ديالي المتواضعه جدا. هاد الخاميات هادو اللي دايره ليهم واحد سكوتش، راه لصقتها وخيطتها ليهم، وكنلصق الجهه التحتانيه بالكولا والفوقانيه كنخيطها في الثوب. يعني قضيه بالغه راه دابا ان شاء الله، على ما ان شاء الله نصوبوا البلاكارات. صافي، هاد البلايصه اللي كتعجبني بزاف ديال القهوه، هنا السنيده، القهوه، البسكوي، معالقات، باش كلشي اللي بغى يصوب شي قهوه هذا كتجي ساهله. صافي، والبريصه فوق من هذوك لي طاس. صافي، هذا مكان تسعات ليا الكوزينه بصراحه، مني صلحتها تسعات، عطات واحد الوسوعيه والحمد لله، اللهم لك الحمد. صافي، عزكم الله، هنا حاطه داك البوبيل تمايا مني كنجمع فيه كيخرجوه الدراري. صافي، وهنايا كيف كتشوفوا يعني الطاجيره اللي جامعه في هذوك المعينات اللي قرابين ليا، واخا الكوزينه بحال هكا، ولكن راه بصراحه ملي كيكونوا بلاكارات يعني تيهزوا لكم بزاف بزاف. هذه هي الكوزينه. هذه من قبل الكوزينه وريتكم من قبل كيفاش كانت قبل من الاصلاحات. بدلت الجليج ديال الارض، وبدلت يعني كل شيء دوك الحاجات اللي خصهم يتبدلوا قبل ما يتهرس الحيط، وهذا بلومبي تريسيان، كل شيء كتقادوه قبل ما يبدا البناي يصوب، يعني يبدا في الكوزينه قبل ما يجلاش. قبل انا كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، يعني راه ما عاودش الكوزينه كلها من الفوق حتى لتحت، راه غير هاد الفاس هذا جهه لافابو والرخامه والجليج ديال الارض، هادشي اللي صاوبت. حيت راكم عارفين الامكانيات، خاصكم بزاف ديال الفلوس. الاصلاحات كيبغيو الفلوس الصراحه، كيبغيو تكونوا جامعين فليسات. هذه بلاصه الثلاجه. صافي، وهنا كان عندي شتو كيفاش البوطاجي كنت دايره ليه داك البابي البيض، كنت في الاول دايراه كحل ومن بعد رجعته ابيض. هنا الاصلاحات مني يبدا سميتو جليجي قاد الرخامه وقاد هذا كنوريكم. باقي هنا ما دارش الجليج ديال الارض، حتى قاد الرخامه وقاد هادشي كامل عاد باش دار الجليج ديال الارض. صافي، هنايا كيف ما كتشوفوا يعني الغد فاش غادي يجي غادي قاد الجليج ديال الارض. هذا ما كان، نتمنى تعجبكم هاد الجوله، هذه جوله في كوزينه. وهكا ولات الكوزينه، باقي ما فيهاش بلاكارات، ولكن ان شاء الله من بعد نديرهم ان شاء الله. نشوف شي معلم اللي يكون مزيان ونشوفوا شنو غادي يقول لينا. هنا كنوريكم الفران اللي خديت من بيم،
راه كاين فيديو عليه، يعني التأثمينة ديالهم كل شيء وزوين تبارك الله ما شاء الله. الله يسخروا. واللي كتمنى شي حاجه الله يوصلها لها ان شاء الله يا ربي، اللي كتمنى شي حاجه الله يعطيها ليها. وهكذا كتنتهي الجوله في كوزينه ديالي المتواضعه، كوزينه جديده. هنا فين كنت دايره الفران المره الاولى. المهم الدراري قالوا لي ديريه هنا، ولكن انا مع كنقول من الاحسن يكون الفران عالي، ولكن غادي نبدل ليه اتجاه، غنرجعوا لهذا الجهه غير هو الفوق، يعني الفوق هنايا جهه الثلاجه ان شاء الله باذن الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنساوش التشجيع ديالنا فضلا وليس امرا، ومرحبا بالجميع.